يمكن دائما يدور في أذهان جماهير الجزيرة. الجزيرة بطل كأس الخليج للأندية الموسم الماضي، وبطل كأس الاتحاد لكن بدون الدوري وطال الانتظار. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب فيكم ونرحب في الأخوان في الاستديو ونبارك لهم الشهر الفضيل. طبعا مثل ما انت قلت يعني فريق الجزيرة طبعا من الفرق الكبيرة في دوري الإمارات، طبعا فريق له اسمه، فشيء طبيعي ان الكل يطالب ان البطولات. طبعا جماهير الجزيرة دائما طموحها ان تشوف فريق يتوج بطل، وهي انا ما اظن عانت سنوات طويلة في يعني المركز الثاني او الثالث، الثاني او الثالث، فحقهم مشروع انهم يطالبون بالمركز الاول. فان شاء الله انت عارف كرة القدم ما فيها وعد، لكن الواحد يجتهد. فاحنا دائما نطمح ان نحقق يعني بطولة دوري نفرح فيها مسؤولينا ونفرح فيها الجماهير الجزراوية ان شاء الله. نعم بالتأكيد. يمكن دوري المحترفين يختلف في تفاصيل كثيرة عن المواسم الماضية. استعداد فريق الجزيرة ولاعبيه لهذا الموسم اللي بيكون يمكن الأول من نوعه في الموسم القادم. والله شوف، هي كأول بطولة لدوري المحترفين يمكن المسمى تغير، لكن أكيد في أشياء راح تتغير بسيطة لكن مو بالشكل الكبير. لكن الطموح موجود يعني لكل فرق الدوري، واحنا بالنسبة لنا طموحنا كبير ايضا ان نحرز اول بطولة للمحترفين. طبعا هاي بتكون بالنسبة لاي فريق يحرزها في اول نسخة لبطولة المحترفين راح تكون يعني حلوة في سجله. فنتمنى احنا ان شاء الله تكون من نصيبنا. احنا قاعدين نشتغل ونجتهد والفرق الثانية ايضا، لكن مثل ما قلت لك الطموح موجود يعني. فان شاء الله نحاول نجتهد اكثر، نحاول نبذل مجهود، ما في شيء بالساهل بدون عمل يعني. فالحمد لله احنا قاعدين نعمل الحين. يمكن تغييرات كثيرة صارت في نادي الجزيرة سواء من فنيين وإداريين وأيضا في مستوى اللاعبين، لكن التغييرات على مستوى اللاعبين هناك إضافة محلية وأيضا على مستوى المحترفين كبيرة لنادي الجزيرة. كيف تشوف هالإضافة بتكون مع الجزيرة في الموسم القادم؟ أنا مثل ما قلت لك كل فريق يبغى يحقق نتيجة إيجابية، يبغى يحرز بطولة، لازم يكون مهيئ لكل الظروف. على ما أظن إدارة النادي حاليا هي طبعا عارفة مصلحة الفريق وين. طبعا مثل ما قلت أنت الحمد لله احنا عندنا إضافات جدا كبيرة وإضافات لها أساميها. نتمنى إنه يكون التعاون موجود بين الكل عشان نحقق يعني الشيء اللي نطمح له يعني. ف يعني فرصة كبيرة إن احنا على المجموعة اللي موجودة عندنا راح يكون في تنافس جيد، وهذا كله لمصلحة الفريق ان شاء الله. لكن نهاية نتمنى تكون نهاية سعيدة يعني، اللي هي بطولة يعني. نعم كنت أكيد. المباراة الأولى تكون ديربي العاصمة مع الوحدة. الخطوة الأولى في دوري المحترفين بتكون صعبة للجزيرة. هي دائما أول مباراة في أي بطولة دائما تكون صعبة، سواء ديربي أو غير ديربي. لكن مثل ما قلت أنت الديربي له خصوصياته طبعا أكيد. يعني صدقني الفريق اللي يكون جاهز بدنيا وجاهز ذهنيا بإمكانه يحقق نتيجة إيجابية في الديربي يعني. لك كل الشكر ويعطيك العافية ويعني أتمنى لك